السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني الأعزاء. أهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم عيشها صح. النهاردة هنتكلم عن سر من آلام الرقبة، وحقيقة هو مشكلة من مشاكل العصر اللي أصبحت يعني بتضايق ناس كتير، بتتعب ناس كتير بتعاني منها ومش عارفة مشكلتها تتحل ازاي. النهارده ان شاء الله في الفيديو بتاعنا نتمنى ان شاء الله ان يعني نتعرف على المشكلة دي، نقدر نعرف ازاي نتعامل معاها حتى لو بشكل مبسط. ان شاء الله هنتكلم عنها بشكل اكبر من كده ان شاء الله في فيديوهاتنا الجاية. هنتكلم عن الانزلاق الغضروفي العنقي السيرفايكال ديسك. الأول عايزين نعرف إيه هو السيرفايكال ديسك أو الانزلاق الغضروفي العنقي. إحنا عندنا بكل بساطة كده عشان نفهم المشكلة جاية منين. الأقراص الغضروفية اللي هي السيرفايكال ديسكس أو اللي هي الغضاريف دي عبارة عن وسائل مرنة، يعني زي وسادة مرنة بتكون بين كل فقرة عنقية والتانية. وظيفتها سبحان الله، كل قرص جيلاتيني أو الغضروف ده وظيفته إن هو بيمتص الصدمات، بيسمح لنا بالحركة، بيحمل أعصاب في قناة النخاع الشوكي. طيب القرص ده الديسك ده مكوناته إيه؟ مكوناته من حاجتين: نيوكلاس بالبوزس اللي هي مادة جيلاتينية بتبقى موجودة في النص، وكمان محاطة بحاجة اسمها انيولاس فايبروزس زي ما احنا شايفين هنا كده في الصورة دي. ادي واضح ان في ديسك اهو خارج اهو. ادي المادة الزرقاء اللي هي الانيولاس دي اللي هي محاوطة بالنيوكلاس بالبوزس اللي هي موجودة من جوه. ودلوقتي دي لما يعني الصورة دي بتوضح وقت حدوث المشكلة، اني حصل اهو ادي اللي هي النيوكليوس دي حصلت ان هي خرجت خارج المدى بتاعها واخترقت الانيولس وفتحتها، حصل قطع في الانيولس اللي هي اللي من بره دي وخرجت منها. وده اللي احنا بنسميه الهرنية الديسك او اللي هو ايه، الغضروف اللي بضاغط اهو مؤثر على العصب، وده اللي يجي لنا في صورة ألم في الذراع او في مكان بيقدر المريض ان هو يحدده بشكل واضح. طيب عايزين نعرف ايه الفرق ما بين ايه الديسك بلج والديسك هرنيشن. بكل بساطة الديسك بلج ده بيكون فيه انتفاخ بسيط بس في القرص بدون تمزق كامل، يعني اللي الصورة اللي فاتت دي كنا شايفين ان في تمزق كامل، فلما بيكون في تمزق كامل وتكون الصورة بالشكل اللي احنا شفناه في الشريحة اللي فاتت زي ما احنا شايفين، ده بنسميه هرنيشن، وده درجة اصعب من البلج بس ما هو مجرد الا انتفاخ بسيط. طبعا مع الاستمرار في وضعية الرقبة بشكل سيء، مع الاستمرار مع الضغوطات مع الإهمال المشكلة، طبعا بيحصل التمزق الكامل اللي احنا بيحصل تمزق في الانيولس اللي هي الغشاء الخارجي من بره، وبيحصل نفس الصورة اللي احنا شفناها دي. طيب البلج عشان نعرفه ان هو غالبا بيكون الم ميكانيكي. يعني ايه الم ميكانيكي؟ يعني الم نتيجة ان هو بس بيحصل استرتش بدون قطع في الجدار الخارجي اللي محاوط للنواة. لكن الهرنيشن زي ما احنا شفنا في الصورة بيكون قاطع، وبيكون ضاغط على العصب، يعني قاطع الجدار اللي محاوطه اللي هو اللي هو الانيولاس فايبروزس، وبيكون ضاغط على العصب. الأسباب الأكثر شيوعًا اللي بيجي منها الغضروف طبعًا الجلوس الطويل بوضعية خاطئة زي الجلوس أمام الموبايل، اللابتوب، الحركات المفاجئة، الشيخوخة وضعف الهيدريشن للقرص. يعني إيه؟ يعني القرص الجيلاتيني الموجود ده هو مكونه الرئيسي هو مية أصلًا، فمع التقدم في العمر طبعًا المية دي أو الووتر كونتنت بتاعه بيبدأ يقل، فيبدأ يكون عرضة لحدوث هذه المشكلة. كمان ضعف العضلات الرقبة والكيرف الطبيعي لشكل الرقبة، الحوادث زي الوبلاش، العمل المكتبي لفترات طويلة. طيب أعراضها بتكون إيه؟ بيكون نيك بين، في ألم في الرقبة، في صداع جذري يعني اللي هو بنسميه السيرفايكوجينيك هيدك، وده اللي عملنا عنه فيديو موجود في القناة. بيكون في تنميل وخضر في الذراع أو الأصابع،
بيكون في ضعف في عضلات الكتف والذراع، لان احنا قلنا ان الغضروف لما بيطلع بيضغط على، زي ما احنا شفنا في الصورة، بيكون ضغط على العصب ده رايح يغذي الكتف، فبالتالي بيكون في ضعف في عضلات الكتف والذراع. كمان بيكون في بين، خصوصا في الاكستنشن، يعني ده بيكون شائع. وطبعا الأعراض بتختلف على حسب المستوى اللي طالع فيه الغضروف، إذا كان ما بين الفقرة الخامسة والستة ولا ما بين الفقرة الستة والسبعة، ودول أكتر مستويين بيظهر فيهم الغضروف، أو الغضروف بيكون بقى شائع أكتر في المناطق دي. مراحل الألم بشكل مبسط، أول حاجة زي ما احنا قلنا بيحدث تمزق بسيط أو ضعف في الحلقة الليفية، سواء كان بلج ولا هرنيشن، زي ما احنا شفنا وعرفنا الفرق ما بينهم. خروج جزء من النواة. النقطة الثالثة بيكون في التهاب وزيادة الكيميكالز المسببة للألم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما بيبدأ يحصل الأول التير أو القطع البسيط، طبعا النواة دي بتكون جواها حاجة اسمها الكيميكال سابستانس، دي مواد كيماوية كده بتطلع مجرد ما بتلمس العصب، أو مجرد ما بتلامس العصب، او بتبدأ ان هي في عصب تاني كمان محاوط للجدار بتاع الانيولاس، النيوكلاس، الانيولاس فايبروزس اللي من بره الجدار الخارجي للغضروف. مجرد ما بيحصل له تلامس من هذه المواد، لما بيحصل القطع فيها، بتخرج المواد دي على العصب، فبتعمل فيه حالة من الحساسية وحالة من التعب، فبيحس ان هو بألم شديد لان المواد دي خرجت من مكانها الطبيعي. طبعا ضغط ميكانيكي على العصب او النخاع، ودي المرحلة الاكبر من كده اللي بيصاحبها طبعا ضعف في العضلات زي ما قلنا. العضلات المحيطة بتعمل طبعا بروتكتيف سبازم، يعني عشان خاطر تواجه الألم ده، وبدورها هي بتحاول إن هي تدعم الألم ده، فإن هي بينتج عن كده ألم وتصلب وضعف وتنميل. طبعا التشخيص بيتم طبعا من خلال الفحوصات السريرية، من خلال اختبارات بيقوم بيها طبعا أخصائي العلاج الطبيعي، من سبيرلينج تيست وسيرفايكال كومبريشن ويورودايناميك تيست والسنسيشن والماسل تيستنج. كل دي اختبارات تشخيصية بيقدر من خلالها دكتور العلاج الطبيعي إنه يعرف بيها المشكلة. طبعا بيستعين طبعا كحاجة تأكيدية معاه، واللي هي الام ار اي، لازم بيطلق، يعني بيكون في صورة رنين مغناطيسي بتؤكد اللي الدكتور عمله بشكل كلينيكي على المريض. طبعا لازم طبعا ان المشكلة دي في اعراضها بتتشابه مع مشكلات اخرى زي الثوراسيك اوتلت سندروم، واللي اتكلمنا عنها في فيديو موجود على القناة، والبريفرال نيرف انترابمنت، وهو كذلك اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده في القناة، نرجع له. العلاج طبعا بيهدف في الأول إلى تقليل الألم والالتهاب من خلال استخدام تقنيات العلاج الطبيعي، استعادة المدى الحركي، وتقوية العضلات الرقبة الأساسية، وتعديل السلوكيات. طبعا استمرار المشكلة بيؤدي إلى ضعف عضلي متزايد، فقدان في الإحساس المستمر، ألم غير محتمل من مدة تصل إلى، مع إهمالها طبعا، من 6 ل 8 أسابيع، صعوبة في المشي أحيانا لو الأعراض كانت شديدة وكان الغضروف أثر على العضلات بشكل كبير، فقدان للتوازن، ضعف اليدين بصورة ملحوظة، مشاكل في المثانة والأمعاء قد تصل إلى المشكلة إلى ذلك يعني. النصايح اللي حابين ان احنا نوجهها النهارده من الفيديو، بنقول ان احنا نتجنب اي علاج ذاتي عنيف، ما تجربش طقطقة الرقبة كتير، اهتم بوضعيتك وعضلاتك، مارس تمارينك بانتظام، ويا ريت استشارة اخصائي علاج طبيعي عند ظهور اي اعراض مستمرة. والحتة اللي بنوه عنها، بلاش نستجيب لعلاج المشكلة بمجرد ان احنا نطقطق رقبتنا او حد يطقطقها لنا، او يعني، لان ده مش حل، بل انا كده بفاقم المشكلة بزيادة، لأنه مفيش حاجة يعني، لكل مشكلة لها علاج معين. مفيش مشكلة ليها إن ده أكتر من أحد اللي يفهم في المشكلة، واللي ما يفهمش هو يقدر إن هو يحل مشكلتي، ولكن لا، يعني يفضل يعني مراجعة مختص علاج طبيعي، يقدر يحدد المشكلة، يقدر يحدد إيه
توابعها، ايه البرنامج العلاجي بشكل صحيح عشان نتجنب اي تفاقم للمشكلة، ونتمنى الشفاء لجميع مرضانا. ونرجو ان نكون افدناكم ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش اللايك وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، وإنا إلا أن نلقاكم إن شاء الله في فيديو جديد من قناتكم عيشها صح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.